خوتي السلام عليكم، كيف بقيتو؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. ما نطولش عليكم اخوتي، هاد السيمانه عامره باعتقالات في المغرب. غنمشيو نشوفوا شي فيديوهات هنايا، راه نايضه في المغرب، نايضه 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 ديال بصح، ما كاين غير طلع طلع طلع. يلا اخوتي نتوكلوا على الله، نمشيو نشوفوا شنو واقع. وغنبداو بإلياس المالكي هو الاول. ايوا اخوتي، قال لك إلياس المالكي تعتقل. علاش تعتقل؟ قال لك حق السب السب والشتم في أصحاب الطاكسيات. المهم ما علينا، بلا ما نبداو، قبل ما نبدا بعدا، هادوك الطاكسيات تا هما خصهم يترباو لي في المغرب. أول حاجة ما كيوقفوشي ويدير غير من هكايدا بجوج بيكم ما يطلعكمشي ولا بثلاثة. لا، ما ندخلو في التفاصيل، عاد نشوفو شنو واقع، ما نحكمو على حتى شي واحد. وتاني حاجة اخوتي، كاين شي ملي كطيح بقرة كيغوص كاين شي قوم، عارف ملي كيخرج اخويا ما كيخرجوا، ما كيهضروا لا مسؤولين لا حتى شي حاجة، كيخرج شي قوم وكيعطي الرأي ديالو وعيط الصحافة يبقى يغوت ومنا شوفوا هذا ما دارش عندك، يمشي عاوتاني يديكلاري وين اعتقال الياس اسمع المالكي. اسمع. الياس المالكي نهار اللي وقع لي مع المشكل قلت لك راه غتشد، وقلت لك راه غتعاقب بحال اي واحد. قال له راه غتشد وراه غتعاقب، وراه كيعلم الغيب هذا. فهمتي؟ هذا كيعلم الغيب وباللحية وكذا لبسة العسكر. ما عرفتش علاش دابا زعما ديك لبسة العسكر، زعما انا راجل، انا محارب. زيد كمل اخويا. الناس راه ما كاينش في المغرب شي واحد فوق القانون. كاين كاين اللي فوق القانون اخويا، المسؤولين وكاملين فوق القانون. هادو اللي ديال الحكومه الاخنوس راه فاتت القانون اللي شحال ما كيهضر عليه. زيد. القانون. انت قلبتينا الحبس مرارا وتكرارا، ما خليتي دريات ديال المغرب كلهم سبيتيهم، ما خليتي معاقين، ما خليتي حماق، ما خليتي حتى واحد. تستهزئ. اول طريقه الهضره ديالك واللبس ديالك حبس، بعدا هي الاولانيه قبل ما تصدر للحبس. انا نشوفك نقول هذا حبس. من الناس درتي شويه الريالات وليت تدخل تسب انت الناس كاملين وتقلبتي انت على الناس اللي ودابا انت واش كتنتقد واحد السب في التواكسيه والسب كذا وكذا، ولا حيت ما عطاكش من الريالات وحده من الجوج؟ الناس اللي وقفوا معاك النهار الاول تقلبتي عليهم، فاليوم تحتي وتعاقب طبقا للقانون. كاين القانون في المغرب، ماشي اي واحد تيدير شي حاجه اللي بغا. جالسين طالعين في مواقع التواصل الاجتماعي جالسين تسبوا في عباد الله وتسبوا في الدوله وانت مالك؟ شكون اللي دخلك؟ وتستهزئوا بالدوله. وصل بك الحد انت وبوس فلوس. شوف الهضره ديالو، الطريقه ديال الهضره ديالو حاقد. وسمع جبدتها بوس فلو كيغني الراب، انت بوس فلو كيحارب الفساد، وانت اش من دخله عندك؟ وكتسبوا الملك عبر مواقع التواصل سبو تا واحد ما سب مالك، وانا شفت الفيديوهات. كمل. الاجتماعي واستهزأتي بيا انا ملي جيت عندك جديده. وانت شكون انت بعدا؟ انا خصني هذا باغي تشهر تا هو، هذا بحال ديك محمد ديك مكابات. لا ولا كمل. اليوم تعاقبه، اليوم تحكي بحالك بحال الناس ويطبق عليك القانون بحال عباد الله. إذا مشاهدي حاقد صاحبي بربي. لا هذا بنادم ديك يزيدوا غارقوا شو ولا كماره الدواعش عم سير داير. هذا هو الفيديو اللي نايض عليه بالباله. واحد الطروس، واحد الطريف، انا غادي ندوزو لكم. مال الطاكسيات جمع سمعتي اخوتي؟ ما بغيتش ندوز ديك هذاك كامل. هذاك هو اللي ناوض على بالبال على إلياس المالكي، وقال لكم الطاكسيات جمعوا راسكم، فهمتي؟ بلا ما نسمي ديك الهضره. هو قال هذيك الهضره، هو كلشي كيسب. هاد التواكسيه كيسب فيك، توقفوا ملي كتقول شي حاجه كيسب فيك، علاش ما يطلعش للحبس؟ المهم مشات دابا. المهم نايض هذيك القضيه ديال المهداوي، بغاو يغطيوها بإلياس المالكي وكيمتا والمولينيكس والروينه، فهمتي؟ بحال ديما. هذه هي لحظه اعتقال اخوتي إلياس المالكي. نمشيو نشوفو. هذه اللحظة اللي اعتقلوا. طالعين به ولا والين به. راهو الياس المالكي تساناس، الدنيا هانية، غير سير كمل. خوتي نمشيو نشوفو قضية مولينيكس دابا. نمشيو نشوفو قضية ديال مولينيكس. الإخلال بالحياء العلني. اول ما نبداو اخوتي مرحبا. هادي ما عرفتي كانت مخبعه ديك ايام المشاكل وجيل زيد وديال ديك مانيفيستاسيون، فهمتي؟ عرفتي كانت بصح ما كانتش في الحج. عاد بانت دابا. هادي كتبان غير مع إلياس المالكي ومولينيكس ودنيا دنيا واحساس. هيا جات عاوتاني، رانا ما عندك عاوتاني. هيا تبان هنايا
ملكة الصحافة أنا، سير كمل. قبل كانت قامت واحد الحملة تطهيرية بداية بفتح روتيني اليومي، رضا ولد الشنوية، القايدة غيتا، أسماء لليوم من وثاني حاجة كانت خصها الدولة تعمل تطهير ديال الصحافة ديال الصرف الصحي ديال الزبلوية اللي ما عندها ما عندك لا قرايه اختي، ما عندك لا كاريره، ما عندك، ما نقول لك بالعربيه، ما عندك حتى شي نيفو باش تمشي تخدم الصحافه. اول حاجه يبداو بكم نتوما، هما الاول، نتوما هما اللي شوهتوا بينا في المغرب، وما انا حرقت شحال هذه الحمد لله اختي. نتوما هما اللي شوهتوا بالمغرب. اول حاجه انت هي اللي بنتي مولينيكس، ما عرفتش شحال من نوبه خرجتي معاه بالفيديو، بينتي هذيك الدنيا واحسن. نتوما داك شفتي بهم هما اللي بينتوهم كاملين ومن بعد كتغرقوهم. سير كمل. ملي كنقارنوا التفاهه اللي كنا كنتكلموا عليها والكلام الخادش للحياه اللي كان انذاك تيجينا صادم مقارنه مع هذا الشيء اللي شفناه مؤخرا، ولينا كنقولوا كيفاش توصلنا لهاد المرحله. قبل ما غادي نبدا اللقاء ديالنا وغادي نشرحوا لكم اشنو وقع مع مولينيكس، كنبغيو بطبيعه الحال نحييو السيد وكيل العام جلالة الملك بمدينة الدار البيضاء، السيد وكيل جلالة الملك بمدينة الدار البيضاء، وأيضا السيد وكيل جلالة الملك والوكيل العام مدينة فاس، والسيد وكيل جلالة الملك والوكيل العام مدينة طنجة، وأيضا السلطات بمدينة مراكش، لأن بتنسيق بينهم تم اعتقال كل من آدم بن شقرون الأم ديالو وكل من الملقب بمولينيكس. وبطبيعة الحال أيضا في انتظار أن أول حاجة أختي ديك آدم بن شقرون يماه، وفي الاول ملي كان باقي قاصر كنتو تدوروا به فين هي الدوله الاجتماعيه، والمغرب احسن دوله اجتماعيه في افريقيا. كنتو درتو بديك البرهوس ربيتوه الاول عادك، بنادم كيموت بالجوع كيعمل اللي بغا على قبل الفلوس، كيعملوا اللي بغاو. هذاك الشيء كلشي نايض، هادشي المشاكل كامله اللي وقع في السوشيال ميديا في المغرب على العاقه الفلوس. بنادم تقهر، ما تبقاوش تشوفوا غير جانب السلبي، مشيو شوفوا بنادم كيفاش كيعيش وكذا. بحال اللي كتقولوا هاد النصارى ولاو طالعين الجنه ولا طالعين جهنم، نتوما العرب. سير اخوتي شوفوا الناس كيفاش عايشه، معاونات اجتماعيه وكذا، وقريو وعاونوا وكذا. لا حول ولا قوه الا بالله. كمل. أن الملقبة بأم نعيمة أيضا تجي عند الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء منطقة الفداء مرس السلطان. قبل أيام تم اعتقال الملقب بمولينيكس بمطار المنارة مراكش، وتم نقله إلى مدينة طنجة من أجل تقديمه أمام أنظار السيد الوكيل العام لجلالة الملك. وفي سمحوا لي اخوتي كنقطع الفيديو. اول حاجه انا كيجيني هادشي بحال اللي لاعبينه، فهمتي؟ سربيا هذا بينهم، بعد يجي يشدوهم والخدمه خدامه، فهمتي؟ اما المسائل صحيحه، مشاكل ديال البلاد صحيحه، والتشفرات والاراضي وكذا وفلوس كتهرب من المغرب، ما كتهضروش عليها. هي كتبان شي قضيه اذا كذا الشعب كيعيق كتجيب رانا دنيا بطمه مولينيكس ما نعرفش ني طاطاشي، فهمتي؟ بحال اللي كتخلقوا نتوما، كتخلق من مشكل وكتقولوا اجي نداويوه، فهمتي كيفاش؟ لا ما تجي علينا. اول حاجه سير بني مجتمع، سير عند الفاسدين، هما اللي عاملين هاد المشاكل هادو. هما كانوا الناس كتعمل خدمتها ما يكونش هاد الفساد كامل. اختو مرا كبيره، شفتي سوبر شات صدقكم سوبر شات غادي يصيفطكم فين تربط. حنا شوف اللي لقينا امبليكي فشي حاجه نحطو شكايه. داك السبع ياكل لك من رجليك ومن يديك، وداك السبع اللي قالتي كديري بيه اللاك وديري بيه الكاميرا عليا، الاطفال حداها. شنو التنازل غنعطيوها السيده؟ واش حنا درت لنا شي حاجه؟ الله ياخذ فيكم الحق، هادشي اللي تنقول، الله ياخذ فيكم الحق. انا سديت الباب وقلت لا للتنازل ولا للابتزاز ولا للتخويف ولا للتراجع. 5 اللي كيقول ان البقالي نهايه البقالي